أهلا بيكم في بودكاست 1925 مع ليلى عز العرب. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن الفن القبطي وأصوله وجذوره والأيقونات. هنتكلم في مواضيع كتيرة جدا ريليتد للفن القبطي. وضيفي الفنان التشكيلي أستاذ محب ملاك. أهلا يا أستاذ محب. اهلا بيك. منورني. ميرسي جدا، شكرا. احكي لي بقى يعني إيه فن قبطي وليه اتسمى كده؟ تمام. الفن القبطي سمي بالاسم ده لانه نشأ في مصر على ضفاف وادي النيل في مصر، عشان كده سموه كوبتيك ارتس. ارتبط بمصر واللي انشأه واللي بدأ في الرسومات من القرن الاول للقرن السادس. من القرن الأول بدأ؟ طبعا من اول ما بدأت المسيحية في اورشليم وانطلقت للعالم كله وجت مصر عن طريق قديس ماري مرقس. بدأ القديس ماري مرقس يبني كنايس. هو استشهد طبعا في أرض مصر طبعا. عن طريق الرومان، طبعا سحلوه في الشوارع في اسكندرية. الحقيقة كانوا حنينين قوي. بدأت المسيحية تنتشر في مصر كلها وبدأ يعتنقها الناس. لكن هي الفكرة ان بدأت الأيقونات بالرموز. يعني مثلا كانوا ممكن يرمزوا بالسمكة، بعنقود العنب، بالنخلة. ليه الاختيار ده؟ لأنه ليه اختيار السمكة، تمام. العنب، النخلة؟ ليه؟ السمكة كانت رمز ان هي بتعيش جوه المية وتعتبر مدفونة، فده كان رمز للمعمودية. اوكي. في الطقس المسيحي طبعا المعمودية معروفة. الإنسان بينزل تحت المية بيعتبر ان هو مدفون في المية. اوكي. زي ما المسيح اتعمد. اوكي. فكل طفل بيتولد في المسيحية لازم يتعمد ويترشم بزيت كده اسمه زيت الميرون. فعشان كده السمكة رمز جميل، وكانت كمان رمز من القرن الأول للثالث بسبب الاضطهاد الروماني للمسيحيين اللي موجودين في مصر والعالم كله. قبل ما يعترف بالمسيحية في العالم سنة 325 بدأ الملك قسطنطين في روما تبقى الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية. لما اعتبر ان ديانة الإمبراطورية المسيحية. انتشرت الرموز من القرن الأول للثالث بسبب نقطة الاضطهاد. طب والعنب والنخل بيرمزوا لإيه؟ تمام. العنب، عنقود العنب بيرمز لوحدة الأعضاء اللي جوه الكنيسة. يعني مثلا لو بيحضروا مثلا 50 فرد يصلوا في الكنيسة مع بعض، هم 50 لكن هم واحد في المشتركين في حاجة واحدة. التضامن زي عنقود العنب بالظبط كرمز. والسفينة كمان، دايما السفينة كانت بتترسم. أولا هي فلك النجاة، زي سفينة نوح بالظبط، الناس دخلت جواها احتمت من الطوفان. كذلك الكنيسة برضو كرمز المسيحيين بيلجأوا ليها للاحتماء من عواصف العالم وخطايا العالم، ان هم بيقدروا يعيشوا جوه الكنيسة. النخلة برضو رمز جميل جدا. في حاجة اسمها عيد النيروز عندنا. طبعا. وعيد النيروز ده بناكل فيه بلح، والبلح ده بيبقى لونه احمر، رمز الدم برضو اللي هو رمز الخلاص. بس عايزة اقول لك بقى ان ده يشبه طقس مصري قديم جدا، عيد النيروز. انا عايز يعني وحكايه البلح وكده. طبعا ده مع بدايه السنه المصريه القديمه. المصري ما بداش من الصفر. الفن القبطي ما بداش من الصفر. لا، هو بدأ على الفن الفرعوني القديم. لانه المسيحيين اللي بقوا مسيحيين في القرن الاول كانوا متأثرين جدا جدا بالفن الفرعوني، آبائهم وأجدادهم بالظبط كده. فبدأوا يكملوا عليه، يستفيدوا بقى من الألوان وطريقة الرسم والرموز كمان. طبعا الفراعنة حتى الحروف الفرعونية عبارة عن رموز. أنا بحب أقول المصريين القدماء هم فعلا مش الفراعنة. مظبوط، عشان ده لفظ يهودي 1000%. لا مظبوط طبعا. كان في ميزة كمان في الأيقونات المصرية، كانوا دايما يرسموا العينين كبيرة وواسعة. ده برضو رمز للنقاء، ولان هو باصص للابديه وباصص لفوق، باصص للسماء، فكان بيعمل عينين واسعه. والخطوط كانت بسيطه ومسطحه، ما عليهاش ظل ونور كتير. ده برضو دليل الشفافيه والجمال. طب ايه الفرق بقى بينها وبين الفن البيزنطي؟ الفن البيزنطي كان الفن القبطي. بقى نقول الفن القبطي. يعني الفرق بين الفن القبطي اللي اتكلمنا عليه والبيزنطي. الفن القبطي كانت خطوطه ابسط
والظل والنور فيه اخف شويه. اوكي. والعيون زي ما قلت واسعه جدا، واسعه وجميله، والاجسام مسطحه ورموزها واضحه، ما فيهاش تعقيدات زي الفن البيزنطي، او ما فيهاش تفاصيل كتير زي الفن هو البيزنطي. الفن البيزنطي فيه تفاصيل اكتر. تمام. يعني انا بسأل حضرتك، يعني اديني مثل قارن لي بين كذا وكذا لو يعني ممكن. مثلا الفن القبطي او الايقونه القبطيه كانت بتعتمد مثلا لو بنرسم القديس او المسيح، بنرسم المسيح عينيه واسعه، والهاله الجميله اللي هي الهاله النورانيه، الهاله اللي على شكل متلونه باللون الذهبي، والمسيح ماسك دايما في ايده البشاره، في ايده الشمال، وفي ايده اليمين عامل اشاره جميله جدا، ودي اشاره البركه برضو لكل الناس. فدايما الفن القبطي كان بيميل للتسطيح والبساطه، لانه كمان دمج، دي نقطه هنقولها دي مهمه جدا، دمج ما بين الفن الشعبي اللي كان موجود في عموم المصريين واللاهوت. جمع ما بين اللاهوت والفن الشعبي. طيب. عشان كده ابسط. عشان كده مميز عن الفن البيزنطي. وكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة دي. نشوفكم إن شاء الله في 19/25 بودكاست مع ليلى عز العرب، حلقة جديدة.